انترفيو صوت لبنان، بنحييكم مشاهدينا ومستمعينا وين ما كنتوا عم بتتابعونا. دايما في دراسات عم تنعمل على المواد الموجودة بالمطبخ، إن كان بالأكل أو حتى بالأدوات اللي بنستعملها بالمطبخ، على شو بتحتوي هالمواد، المواد الكيميائية إذا فينا نقول، يلي ببعض الأحيان بتكون سامة وبتأثر على صحتنا. اليوم مع ضيفتي كريستال بشري، اختصاصية تغذية وأستاذة جامعية. بحييكي كريستال. صباح الخير سيدة. أهلا فيكي. رح نحكي عن المواد الموجودة بالمطبخ، رح نقسمها لشقين. أول قسم يلي هو مواد طبيعية موجودة بالأكل، ولكن بفعل عوامل مختلفة بالمطبخ بتتحول إلى سامة. والقسم الآخر رح نحكي عن مواد موجودة بأدوات المطبخ هي فعلا سامة، وبدنا نحكي كمان عن حلول. خليني أبدأ معك بالشق الأول. في أمور طبيعية أو مأكولات طبيعية أكل بيتحول بفعل عوامل إلى سام، وشو هن؟ نعم، هي الطبيعة اللي نحن كيف بنطبخ فيها أو كيف بنتعامل مع الأكل هي اللي رح تحول البروتينات أو الطبيعية اللي رح تحولها وتصير هي غير جيدة بالجسم أو مسرطنة. مثل أكتر شيء بنحكي نحن على النيتريت والنيترات يلي بضيفون إضافات على الأكل، خاصة المصنع مثل اللحوم، فهيدي على أسيد المعدة وعلى الحرارة اللي موجودة بالمعدة رح تتحول لنيتروزامين، ونحن بنعرف إنه 90% من النيتروزامين هو مسرطن. هلا النيتريت والنيترات يلي موجودين طبيعيا بالخضره والفواكه ما لهم هيدا التاثير، فالاديتيفز او هالاضافات اللي عم تنحط لنعالج فيها الاكل هي يلي عم توصلنا لهون. طب هالاضافات وين موجوده كريستال؟ بكل شيء أكل نحن عم نشتريه مصنع. من معقول نلاقيه حتى بالمعلبات، يعني الخضرة والفواكه اللي معلبين بنلاقي فيها. أكتر شيء بنلاقي باللحوم المصنعة، يعني الجامبون، السلامة، اللحوم المصنعة مثل المرتديلا، الحبش أوقات، فهيدول هني أكتر شيء نحن بنخاف منهم أو بنلاقي كمية نترات ونيترات عالية بقلبهم. التونة وهالأمور والسمك، يعني الأسماك المعلبة. نعم، بدنا نطلع على المعلبات ونقرا عليهم تمام نلاقي هيدا الشيء، لأنه حسب كل ماركة بتحط بقلبه كمية أو نوع من المضافات على الأكل، فبدنا نقرا لنعرف نفرق شو النوع اللي نحن أو على القليل ما يكون في بقلبه إضافات كتيرة بقلبه. بس يعني هودي هالقصص هن إضافات، يعني مش بتتحول، يعني مش إذا حطيناها على نار، هي أصلا موجودة بهالمنتج، وهي إذا أكلنا كتير منها أو كيف تتحول لمواد مسرطنة. مجرد ما تفوت على قلب الجسم، على حرارة الجسم، رح تتحول لمسرطنات. بدها وقت؟ لا هلا ما بعرف لك قديش وقت معين، بس مجرد ما تفوت على الجسم رح تتحول ويمتص الجسم ويحولها لمسرطنات. طيب، غير النيترات والنيتريت في كمان تاني أمور طبيعية موجودة بالأكل كمان بتسبب أو على يعني فيها مواد كمان كيميائية سامة؟ هلا يلي بنخاف منه مثلا هو الأكريلاميد. الأكريلاميد هو كمان بيتحول على الحرارة المرتفعة، يعني أنا لما أقلي البطاطا وخليها تصير كتير لونها بني، لما الخبز كمان يتحمص ويصير لونه كتير غامق، البوبكورن، البوشار، هو قصص كمان في بقلبها أكريلاميد وفي بقلبها PAH الهيدروكربون كمان، يعني كل شيء بصير كأنه عم يحترق. هيدا بدنا نبعد عنه كليا لأنه كمان مسرطن. حتى اللحمة اللي بنشويها أوقات بنحرقها شوي. صح، هيدا القشرة لما يبلش يصير كربونيزي هيدا نحن بنخاف منها وبدنا نجرب نبعد عنها قدر المستطاع، لأنه هي ضمن فئة المسرطنات. نعم. في بعد عنا أمور تانية طبيعية وبتتحول بفعل عوامل لسامة. هلا بس بدي ألفت النظر كمان على شيء.
بدي الفت النظر لشغله، انه انا لما اجي احكي على كميه الاكريلاميد اللي هي مثلا اكثر شيء معروف انها موجوده بالبطاطا المقليه، نحن فينا نتفادى او نخفف كميه الاكريلاميد. يعني مثلا نحن البطاطا اذا بنقدر ننقعها تقريبا 15 دقيقه بالماء قبل ما نحن نقليها، 15 دقيقه ل 30 دقيقه، فهذا الشيء بخفف كميه الاكريلاميد. البطاطا المجلده، نعم البطاطا المجلدة أو البطاطا اللي بعد منها مقلية، إجمالا المجلدة بتكون مقلية نص قلية، ما بقى فينا نحن ننقعها بالمي. ولكن البطاطا النية تبعنا، مثلا البطاطا بحد ذاتها إذا تركناها بالبراد من قبل بليلة بتزيد كمية الأكريلاميد بقلبها، فهيدي من القصص اللي نحن لازم نتفاديها. البطاطا بتتقشر، بتنقع، ما بتنحط أكيد بالبراد، بتنقع تقريبا ربع ساعة لنص ساعة ونرجع نحن بنقليها. طيب خليني انتقل معك بالشق الثاني للأواني اللي بنستخدمها بالمطبخ، ويلي دايما في دراسات حولها انه شو بتحتوي على مواد كيميائية سامة، وشو الحلول لحتى يعني نحافظ على صحتنا، لانه بنستعملها كل يوم. يعني نحن على كونتاكت دائم مع هالنوع من المواد الكيميائية الموجودة بالمطبخ. خليني أبدأ معك بالمقالي. نعم، بدي بس أقول شغلة أو ألفت النظر لشغلة قبل ما نحكي عنهم، إنه إذا واحد الإكسبوجر أو تعرض مرة مرتين لأي نوع من اللي نحن عم نحكي فيه ما رح يصير شيء، ولكن هالكوميليشن أو هالتراكمات لأنواع التوكسينز أو السموم اللي موجودة بقلب الطناجر تبعنا، المعادن اللي رح نحكي عنهم، التراكمات هي يلي رح توصلنا لمشاكل صحية. فإذا واحد استعملها مرة مرتين مش آخر الدنيا، ولكن التراكمات اللي نحن بنخاف منها. طيب. وبين شخص وشخص بتفرق، يعني يمكن أنا جسمي بيتحمل نتفة، غيري بيتحمل أكتر وغيره. فأول شغلة اللي صار عالميا معترف عليها هي التفلون. التفلون هو الكوتينج يلي لونه تقريبا أسود، الرقيق اللي بينجرح دغري. هيدا اللي موجود بالمقالي وبالطناجر تبعنا من القصص اللي أكيد بدنا نتجنبها كليا. ليه؟ في بقلبها البي اف او ا او البي اف ا، حتى أوقات بنلاقي مكتوب عليها بي اف او ا فري، ولكن بقلبها بعد في كمية بي اف ا. فمشكلتهم للتفلون انه مثلا بيعلوا لنا ضغط الدم، بيعملوا لنا مشاكل بالجهاز العصبي، بيعملوا لنا مشاكل بجهاز المناعه، مشاكل بالغده تبعنا. وفي لها بعض الدراسات بتقول انه هي مربوطه بانواع السرطان تبع الغده والكبد. عم نشوف صوره هلا كريستال، انا ماني قادره اشوف الصوره من عندي. اوكي عم نشوف هلا تباعا الاواني يلي يعني عم تحكي عنهم، اللي عم تحكي عنهم كريستال. بس هون ذكرتي شغله، نحن اجمالا كمستهلكين مشكلتنا انه ما بنقرا، في مشكله. يعني اذا خليني اقول مش الكل، اكيد مش الكل، ولا مره شملنا ما بنقرا شو مكتوب على لا العلبه ولا على المقله ولا على الطنجره ولا على كل شيء موجود بمطبخنا يمكن. للأسف لأنه هيدا الشيء بده يضايل معنا، وأوقات حتى بنستخسر إنه نشتري شغلة، بنقول إنه هي غالية، بلاقي وحدة أرخص منها بشوي صغيرة، وبننسى إنه هي رح استهلكها للطنجرة أقله 10 سنين لقدام، فسعرها إذا بتقسميه على 10 سنين بيطلع ماشي أحسن لي إنه جيب شيء من نوعية مرتبة. مثل ما عم بتقولي إنه نقرأ عليها، هيدي أهم شيء. في قصص بتجي ما عليها تفاصيل أصلا، فهي هربي منها. يعني أنا لما بدي أشتري شيء وأعرف إنه بده يعيش عندي أقله 10 سنين وبده يقعد وقت طويل وكل عائلتي عم تاكل من هيدا الأكل يوميا، فهون أنا لازم استثمر بنوعية منيحة. هيدا شيء كتير أساسي، لأنه هون عم بستثمر أنا بصحتي. يعني $10 وال$20 اللي أنا عم وفرها بالطنجرة عم بدفع حقها من صحتي ومن صحة عائلتي. صح. ذكرت التفلون. نعم. سوري؟ ذكرت التفلون. نعم التفلون، أنا لما بدي أشتري بدي أطلع على نوعية يكون أتليست محطوط التفاصيل. فوت على الإنترنت، شو بده يكون محطوط تفاصيل. وإذا بدنا استبدل يعني مقلة يلي فيها مصنوعة من التفلون، إذا فينا نقول نعم. هلأ بدنا نجرب من الأساس ما نشتري التفلون. أوكي، ما بنشتري. في حال
اشترينا تeflon وعنا اياه، ما حدا الامات اكتريتهم معلقين بالطناجر ما رح يكبون، فبدنا نعرف كم شغله نتعامل فيها مع التeflon لما تضرنا او لنحد قدر المستطاع انه تضرنا. اول شغله ممنوع منعا باتا انها تنجرح، فما في استعمل عليها الملاقع والقصص الستينلس اللي رح تجرحها، فاذا انجرحت بدي جرب اني اتخلص منها. شغله ثانيه لما اكون عم ضبهم فوق بعض للطناجر او للصواني بدي احط شقفه بيناتهم كرمال ما يصير فيها السكراتش او تمام يحفوا على بعض وتنجرح الطبقه بدي اعزلهم يعني. نعم 100%. ثالث شغله واللي هي اهم شغله، بليز رجاء ما حدا يحمي الطنجره هي وفاضيه، هالبخار يلي بتقشعوه عم يطلع فيه بقلبه المواد المسرطنه البي اف او واللي بتعملنا اوقات حتى دغري بتحسوا انه كانه عم بتعطسوا او كانه نحن مرشحين، هيدي منا. فبدنا نجرب قدر المستطاع ما نترك المقلي او الطنجره حاميه وما في بقلبها شيء، ولما نطبخ فيها مباشرة بدنا نفضيها، ما بدنا نترك الأكل خاصة الأسيد يعني البندورة ورب ونحن أكلنا كله في بقلبه بندورة، ما بدنا نتركه بقلب الطنجرة لتاني نهار نحطها بالبراد، دغري لما نخلص منفضيها. هيدي فيما يتعلق بالتeflon يعني الأفضل إنه ما نشتريها. صح 1,000,000%. طيب شو بدنا نشتري؟ هيدي نصايحنا. في عندي بعد شغلة كمان بدنا نهرب منه اللي هو الكوبر أو النحاس. النحاس في عنا طناجر من جوا بتبقى مغلفة بالستينلس، ولكن بما انه ما بنعرف من شو معقول تكون معمولة، طناجر النحاس او المقالي بفضل انه نهرب منها، لانه كمية النحاس اللي رح تفوت على قلب اكلنا اذا صارت بكمية كبيرة بقلب جسمنا معقول تودينا لقصور بالكبد. هيدي اثبتتها الدراسات. نعم يلي لونه ذهبي، يعني هيدا النحاس اللي قطعوا معك بالصور يلي لونها ذهبي. نعم. فهيدي من القصص كمان اللي بدنا نجرب نحن نهرب منها. هلا انا شو في نقي اذا انا بدي روح اشتري؟ في اشتري السيراميك اللي بتكون من جوا بيضة، بس كمان دايما مثل ما قلتي بالاول بدنا نقرا عليهم وبدنا نشتري براند او ماركه معروف شو حاطه بقلبها، اقلهم خبرتنا هي شو مستعمله بقلبه، يعني نوعيه مرتبه منهم لانه في عنا درجات. فالسيراميك انا بقدر استعمله، ولكن بده يكون مكتوب عليه ليد فري وكادميوم فري، يعني ما في بقلبه ولا رصاص ولا كادميوم. شو تأثيراتهم هودي؟ شو اثبتت الدراسات على المدى؟ مسرطن عن جديد، كمية مرتفعة لا نعم مسرطنة، والرصاص كمان عنا مشكل معه على الجهاز العصبي. نعم اوكي. هلا في اشتري، فاذا قلنا السيراميك، في اشتري البورسلان يعني هو الطناجر الكبيره الحمراء اكثريتهم لونهم احمر واورانج بيكونوا مغطيين لهم غطا بفوتوا كلهم على الفرن، البورسلان انيمال. هيدي كمان بدي اشتري نوعيه تكون كمان ليد فري، يعني ما فيها رصاص، وكادميوم فري كمان ما فيها كادميوم، يعني بدي اقرا عليهم، بدي اجيب ماركه تكون مصرحه انه ما في بقلبها منا مستعمله ولا ليد ولا الكادميوم. طيب هودي نعم. او الحديد، المقالي الحديد هي من القصص يلي بقدر اني استعملها، رح يفوت الحديد على قلب اكلي ولكن منه ضار. هيدا الحديد بالعكس منيح للاشخاص اللي بيعانوا من فقر الدم واللي عندهم نقص بالحديد. يعني هيدي الطنجره ممكن تتجرح، ممكن الحديد يعني الحديد ما في مشكل فيها لانه هي عجينه بالحديد من الحديد. طيب في شغله، في اوقات كتير بنسمع انه ما لازم نحط اي نوع طنجره بالبراد، لازم على طول نفضي الاكل لو شو ما كان نوع الطنجره ما لازم نحطها بالبراد. ليش؟ بس رح نسمح بالازاز انه نحن نحطه بالبراد، وكل شيء غير انت رح اعدده انا هلا سوري ممنوع نهائيا. ليش؟ كل ما قعد الاكل كونتاكت يعني متلاصق مع المعدن معقول يصير في خطر انه هالمعدن يفوت على قلب الاكل، وكل ما كان في ملح واسيد بقلب الاكل تبعنا، ونحن اكترية اكلنا فيه بقلبه بندوره ورب البندوره واسيد وحوامض، كمان رح يخلي هالمعدن معقول يفوت على قلب الاكل. فلنتفادى اي مشكله بدنا نفضي الطناجر وما بنحط الاكل بالطنجره نهائيا. نعم. طيب هلا في عنا نوعيه بعد اللي هن احسن من يلي انا عددتهم، الستينلس ستيل. واكيد كمان الستينلس ستيل بدي نبش عليه يكون مكتوب نيكل فري، ما في بقلبه نيكل، ويكون الجريد او يكون العيار تبعه 18. ليش؟ هيدا من نوع الستينلس اللي كتير منيح. المواد الموجوده اللي ذكرتيها شو اذا كانت موجوده بالستينلس شو بتعمل؟
كمان تسبب مواد مسرطنة. وفي بعض الدراسات بتقول انه بتعمل قصور بالكلى. نعم يعني اوكي. هل اللي عم نعد القصص المنيحة، فإذا الستينلس ستيل هو ثاني درجة من القصص المنيحة. ثالث درجة من القصص المنيحة هو التيتانيوم. التيتانيوم هني طناجر للصراحة كتير غاليين، بفهم العالم اللي ما قادرة أنها تستثمر فيهم لأنه سعرهم غالي. التيتانيوم هو ذاته من نوع المعدن يلي بينحط بالجسم، يعني يلي عنده بلاك بإيده قضيب فضة، هيدا هو اللي بيقولوا لك فضة، هيدا هو التيتانيوم. اوكي. فنوعيته كتير منيحة، وأحسن شيء وأرخص شيء الإزاز اللي هلأ صار في عنا طناجر. المشكلة الوحيدة انه حجمه صغير، ما بلاقي طنجرة كبيرة. يعني اذا عيلة كبيرة ما رح يلاقوا طناجر كبيرة معمولة من الازاز ليطبخوا فيهم. الازاز الوحيد اللي بقدر اطبخ فيه وبقدر حطه بالبراد الاكل بعده بقلبه. يعني ما ذكرتي هون بالازاز اي نوع او ما في مشكل. مشان هيك أأمن شيء وارخص شيء اني يروح على الازاز. هيدا الخيار جيد جدا الازاز. نعم. البقوة بدنا نقرأ عنه. نعم. هلا مؤخرا بلشنا نرجع نشوف موضوع الفخار عم يرجع للواجهة. صح. وفي عم تعمل الفخار. الفخار من القصص اللي كتير منيحة، ولكن بدنا ننتبه لشغلتين. في بعض الماركات اللي هي مش معروفة أو اللي مش معروف أصلا شو في بقلبها للطنجرة، معقول يستعملوا بقلب العجينة تبع الفخار رصاص لد. فكمان لما بدنا نشتري بدنا نجيب من مصدر موثوق ونكون نحن عارفين على القليل منبشين عليه وعارفين انه ما بيستعملوا الرصاص. وشغله ثانيه اللي هو حتى لو ما في رصاص، الفخار يلي بيميزه انه هو في بقلبه بورز، يعني في بقلبه مسام. هيدي المسام إذا ما تنظف مزبوط الفخار معقول يصير في بكتيريا بقلبها وتعمل أعفان. فلازم تتنظف مزبوط ولازم تتنشف كتير منيح تما ننتقل من مواد عم بتفوت على جسمنا سيئة لتسمم غذائي. صح. طيب بالنسبة للطناجر والمقالة ذكرت شو الأفضل وين موجود كيميائيات السامة بهالإطار؟ يعني بعد في قصص ننتبه لها بالمطبخ أو بدنا ننتقل لنحكي عن قصص مثل يعني الشوك، مثل السكاكين، مثل لوحة التقطيع؟ لما أكون عم بطبخ بالنهاية عم بستعمل هالملاقع اللي أنا عم بستعملهم. البلاستيك بدنا نجرب إنه نبعد عنه حتى لو مكتوب إنه بيتحمل حرارة. بشو بدنا نحرك؟ بداله في كتير عالم بتروح على الخشب أو البامبو، موضوعه مثل الفخار، يعني بيشرب مي ومعقول يفوت البكتيريا. إذا نحن ما اهتمينا فيه مزبوط معقول يعملنا تسمم غذائي إذا ما تغسل مزبوط وتنشف مزبوط. فالأحسن إنه نستعمل الستينلس ستيل. فإذا هودي الملاعق يعني للطبخ اللي بيكونوا بلاستيك بدنا نبعد عنه. هلا في السيليكون، لهلا حسب الدراسات السيليكون ماشي حاله، بيقولوا انه اتس سيف. هلا بعدين شو بيطلع ما بنعرف ما بعرف. فانا بالنسبه لي امن شيء استعمل الستينلس ستيل ان كان كطناجر ولا ان كان ملاقع نحرك فيهم، او استعمل الطناجر او الازاز. طيب بالنسبة للأمور التانية كمان، لوحة شو بدي ضب الأكل؟ ايه بضب الأكل يعني مفروض بإزاز. مفروض بإزاز، وهيدا أحسن شيء ممكن. بدي أهرب من يعني أنا استنتجنا من حديثك لازم يعني أفضل شيء هو للاستعمالات نستغني عن بلاستيك ونروح على الإزاز، صح؟ نعم. هلا موضوع البلاستيك رح ارجع احكي عنه مع الارقام تبعوله. الازاز بلكي بتكوني ضيفتي. انا بعرف انت استاذه جامعيه يعني بهالوقت تكوني بالجامعه، بس موضوع كتير كبير واكيد بهم الناس. بلكي بتكوني ضيفتي باستوديو يعني، بس هلا بدي لحق بعد اخذ نقطه واحده بحديثنا ومنوسعه اكثر بحلقه بتكوني موجوده فيها باستوديو كريستال. نعم. بس كرمال موضوع انا بشو بدي ضب. هلا في رمضان وبنلاقي الاكل كتير بيكون مفرز، فاوقات ست البيت بتجيب شيء سهل انه محطوط بطنجره الومنيوم او بقلب الكونتينر الالومنيوم. هو بدنا نجرب نبعد عنهم. الالومنيوم صحيح انه بس 4% من الالومنيوم اللي نحن بناكله بيجي من هيدول الطناجر، بس انه بفضل انه نحن نبعد عنهم ما نستعمله، لانه الالومنيوم على الحراره رح يفوت على قلب الاكل ويفوت على قلب الجسم. ذات الشيء اذا عم نشتري اكل جاهز اللي محطوطين بفوم، هيدا الابيض مثل القديمين البرجر مثلا، هيدا كمان ما بيحمل
يحمل حرارة، فمن نوع من البلاستيك رح يفوت على قلب جسمنا، وأكيد بيعمل هو مسرطن، بيعملنا مشاكل بالنظر وبالجهاز العصبي، بيعملنا مشاكل بالذاكرة تبعنا، فكمان أكيد لازم نجرب نحن نهرب منهم. لوحة التقطيع، نعم البلاستيك ما يكون رقيق، وبس نلاقي انه لوحة التقطيع بلش استهلكناها كتير، بدنا نخاف من البلاستيك اللي معقول هيدا لما نقص الصغير يفوت على قلب الاكل. بنرجع لأحسن فكرة بالبيت، هو الازاز. في لوحات قطع بيجوا ازاز، اوكي صوتها مزعج كرمال السكاكين يمكن مش كتير منيحة، بدك تسنيه كل فترة، ولكن بعده أأمن شيء. او في حال نحن استعملنا البلاستيك بده يكون البلاستيك السميك مش الرقيق، ونطلع عليه لما نلاقي انه صار فيه كتير خدوش خلص بدنا نكبه. طيب الخشب مثله مثل الملاقع ومثل الفخار، بيشرب مي وبيشرب الأكل، ومعقول يصير فيه بقلبه بكتيريا، فكمان نحن بالمنشآت الغذائية بعدنا على موضوع الخشب، صرنا عم. طيب نحن كريستال يعني في حال رحنا إلى خيار التاني اللي هو الخشب، إذا نظفناها منيح للوحة التقطيع وغيرناها يعني كل فترة، بتخفف شوي من السموم أو بتخفف شوي من إمكانية التسمم الغذائي؟ يعني هاي مشكلتها التسمم الغذائي طبعا، ولكن بنرجع بنقول هي بتشرب المي، بتشربها وبتفوت مع البكتيريا على قلبها. يعني بده ينحط لها كلور، تنحط على حرارة مرتفعة بقلب الجلاية بقلب الشمس، تتنشف مزبوط لما تعمل عفن، فكمان طريقة الاهتمام فيها شوي دقيقة. نعم كريستال، يعني حاولنا اليوم لأنه هالموضوع لفتني، ما حكينا فيه أكيد بتفاصيله. نعم ما حكينا على انواع البلاستيك رح نحكي بحلقه مقبله، بتكوني ضيفتي بالاستوديو، في ارقام ننتبه لكل هالتفاصيل. بدي اشكرك اليوم هيك على مداخلتك، على حضورك. كريستال بشي، اختصاصيه تغذيه واستاذه جامعيه، شكرا لك. ان شاء الله هيك المشاهدين والمستمعين يكونوا استفادوا من هالحلقه. غيروا قد ما فيكم شوي جاي عيد الاعياد كتيره، لا اوعى عيد الامهات تهدونا للمطبخ. لا بس يستثمروا بصحتك. بالايام العاديه بلشوا غيروا شوي بالمطبخ لصحتكم. شكرا لك كريستال. ثانك يو.